بالتعليقات والمداخلات حسب ورودها تباعا. تعليق أستاذ الدكتور مرزوق بن تنباك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. الحقيقة طاف بنا شيخنا بشكل موجز وجميل وأنا شاكر الحقيقة. أنا دائما في نفسي شيء مما يحدث الآن، مسألة الوحيين، وأن النبي وحي وأن ما يقوله وحي. الحقيقة هذا ليس وحيا. الوحي الذي جاء في سورة النجم هو القرآن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي هو جبرائيل الذي أتى إلى النبي ويبلغه القرآن. أما السنة وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فليست من الوحي، ولو كانت من الوحي وأهملها المسلمون والصحابة ومنعوا من تحديث بها لكن هذا لا يليق بأن يأتي الوحي. فأنا في العصور الحديث بدأ يتكلمون عن الوحي والوحيين، وهذا في ظني تجاوز كثير لمعنى الوحي. الوحي هو القرآن وما بلغ. مسألة أن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أرجو أن تراجعها. حتى في القرآن هو ليس لحفظ وإنما حفظ التنزيل من السماء إلى التبليغ حتى لا تختطفه شياطين الجن. هذا ما يقوله مفسرون بمسألة الحفظ الذي يردد دائما على أنه يحفظ. الحديث في أرجو أن أنا سأعلق تعليقات مجرد ما في نفسي من ما أسمع. الحديث الحقيقة البخاري وغيره لا شك أنهم بذلوا جهدا كبيرا في ما قدموا وما حاولوا أن يصححوه. السند كما تفضلت بلغوا به حدا بعيدا من الدقة، لكن مع الأسف الشديد أنهم مقابل السند أهملوا المتن، فجاءت بعض المنكرات في النصوص منها ما في البخاري كرمي القردة وصفة آدم على صفة الله وما إلى ذلك مما أخذ على المتون في الحديث، وهي الحقيقة كثيرة في البخاري وفي غيرها. يعني عندما تبحث فيها تجد أن هناك شيء يخالف المنطق يخالف العقل، وهذا ما لم يتنبه له جماع الحديث في الأول. مسألة التدوين والكتابة، وابن حزم كتب كتابا لم يكتب كتابا. ابن حزم بحث أرسل أو طلب منه عمر أن يكتب ما صح عند أهل المدينة من الأحاديث، ولم يجد إلا 12 حديثا كتبها إلى عمر بن عبد العزيز عام 99 بعد أن مات الصحابة بأجمعهم. فتدوين الحديث جاء متأخر. مسألة الاعتماد على الحفظ وأن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة يحفظون، نعم صحيح، لكن غالبا النقل ل100 عام قبل التدوين مظنة الاختلاف ومظنة الشك فيما تصدى له المحدثون بعد ذلك وحاولوا أن يصححوا. فالتسليم بهذه في الواقع عمر والصحابة أنكروا على كبار الصحابة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمر منع أبا هريرة ومنع ابن مسعود ومنع أبا ذر من أن يحدثوا، وهددهم من سمع منهم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة الحديث حدثوا عني ولا حرج الذي في ذاكرتي أنت ترتي أنه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس حدثوا عني ولا حرج. هذا الحديث. بالنسبة لما يثار الآن من بلبلة حول البخاري وغيره، طبعا بالتأكيد أنت الآن عندنا مشاكل. الآن بدأ يقرأ الناس، يقرأ الجميع وليس الخاصة. أولا كان النقل والحديث ومجالس هي للخاصة، الآن بدأ يتحدث الناس عامة المثقفين وغيرهم، وهذه إشكالية الحقيقة في الوقت الحاضر. هذا ما أحببت أن أضيف، وشكرا لكم. طيب يعني ما شاء الله تبارك الله دكتور، الكتابة صار عندي صفحة كاملة أكثر من فكرة، لكن يعني أشير بعض ما كتبت. مسألة القرآن هو وحي من الله عز وجل أما وقد سلم أنه وحي، فننتقل للأمر الثاني السنة. لأن عندنا دائما عندما تحاج شخصا هل السنة حجة أو هل السنة وحي
أو نحو ذلك لابد أن ننظر من الذي أتكلم معه، فالخطاب فيه مختلف. وكذلك الحديث في قضية القرآن. عندما نتكلم عن هذا الموضوع فإن عندما نقول المقدمة الأولى أما وقد سلم بأن القرآن وحي، فننظر بعد ذلك في السنة. الخطاب إذن لمن سلم بوحيية القرآن وأنها من عند الله عز وجل، غير الخطاب مع الذي ينكرها، فهنا فرق بين الأمرين. فالخطاب هنا مع الأول دون الثاني. مسألة هل السنة وحي أم ليست بوحي؟ نقول أولا القرآن دل في أكثر من موضع في قول الله عز وجل. هذه الآية ذكرتها في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كان في سياق سبب نزولها كلامه صلى الله عليه وسلم العام، ولم يكن متعلقا في سبب النزول في الآيات. هذا واحد. من الأمور المتعلقة بها تسمية القرآن حكمة أمر الله عز وجل بها، وغير ذلك من الأمور. بل لو أتينا بالحجاج العقلي فقلنا ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون وحيا من الله أو ليس بوحي منه سبحانه وتعالى. فإن كان ليس بوحي فإن الله عز وجل قد اطلع بعلمه سبحانه وتعالى على قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الله عز وجل أن الناس سينقلون كلامه، ولو كان خطأ وباطلا لا كان في ذلك إضلالا، وهذا ليس مناسبا في الوحي، وإنما أقل أحواله أن يكون إقرارا من الله عز وجل على كلامه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قد أقره عليه. ولذلك لما تكلم العلماء عن الصور القليلة المعدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتهد فيها، وقالوا هل يجتهد في أشياء معينة؟ قالوا ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والأقضية ولم يأته تأنيب من الله عز وجل عليها، فإنها تكون بمثابة ما كان وحيا، وإن كان أوله اجتهاد، لأن الله عز وجل قد أقره عليها. إذن النتيجة واحدة: قلت إنها وحي ابتداء، أو قلت إنها ليست بوحي لكن أقره الله عز وجل عليها وصوبه فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنبه الله عز وجل على أنه عبس في وجه أو عبس في وجه رجل، وحينما التفت عن شخص آخر أنبه الله عز وجل عليه، فكيف يترك له أن يتكلم في شرع الله عز وجل ويبيح ويقدر ويبين المجمل من كتاب الله عز وجل، ويقال هذا مثله مثل آحاد البشر؟ إذا كان في أفعال البشر الأعلى والأدنى غير مقبول المسؤول مع مرؤوسه، فمن باب أولى مع كلام الجبار جل وعلا لنبي يأتيه الوحي صبحا وعشيا. إذن النتيجة واحدة، وإن كان يعني قد لا أسلم يعني أو أكثر الناس لا يسلم في قضية أنه وحي، إن لم تكن وحيا فقد أقره الله عز وجل عليها، فصار لها حجية الموحى إليه، مثل السنة التقريرية، مثل المدير بالتقريب الفكري، المدير مع مرؤوسه إذا أقرهم على تصرف معين وعلم به. وذلك عندنا في القانون الإداري أن المدير الإداري إذا مضت مدة معينة ولم يعترض فهذا إقرار منه بالإجراء، وكذلك الأفراد المتعلق بهم. هذه جزئية معينة. المسألة الثانية ما يتعلق أن هناك أحاديث قد يكون المنطق والعقل لا يقبلها. نقول نعم، البعض يقول ذلك، وهذا معروف من قديم ليس من حديث. كيف ذلك؟ من أول من تكلم عن هذا عبد الله بن عباس، فقال ما بالكم، وذكر حديثا ذكرته أو نحوه، قال ما بال بعض الناس إذا سمع أحاديث لا يقبلها عقله انتفض جسمه، كذا قال ابن عباس، روى ذلك عبد الرزاق في المصنف. فالمقصود أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن من القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون وأما الذين آمنوا إنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، ومحل الشاهد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قراءتان بالوصل والفصل، قراءتان هي قراءتان، فكلا التأويلين صحيح، كلا التأويلين صحيح، كلا الاثنين صحيح. طيب، بناء على ذلك فإن بعض الآيات حتى في القرآن لو نزلنا هذا المعيار
فإن بعض العقول قد لا تقبل آيات في القرآن نفس المعيار. وأنا مستعد، ولذلك ألف الباقلاني كتابا سماه الانتصار للقرآن، أتى بعض الآيات التي قد يقول بعض الناس إني لا أفهمها. أوجز فكرة الشافعي فقال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا. يعني أنا أوجز لأن أنت دكتور يعني ما شاء الله أعطيتني كم هائل من الأفكار. نأتي لمسألة كتاب ابن حزم. كتاب ابن حزم أصلا كانت له صحيفة يرويها عن آبائه، هذه تختلف، صحيفة ابن حزم تختلف عن الكتاب الذي ألفه لعمر بن عبد العزيز، هما كتابان، وأظن أنه صار عندك تداخل بين الاثنين. الصحيفة هي لجده التي فيها 14 حديث وأغلبها في العقول والديات وفيها ما يتعلق بالعمد، هذه تختلف تماما. أما الكتاب الذي كتبه لعمر بن عبد العزيز فهذا غير موجود، وإنما نقل في كتب أخرى ودون في أحاديث أخرى. وثم إن ابن حزم ليس هو الأول بل ألف قبله، همام بن منبه أدرك أبي هريرة وكتب عنه الصحيفة، والصحيفة موجودة إلى الآن. رفعة عبد المطلب أخرجها في مجلد. وبعض الكتب يعني ما يدلك على الدقة فيها، أنا أضرب لك مثال بكتابين في الصعيد في أدفون، لما جاءت البعثة الفرنسية للبحث عن الآثار وجدوا تحت الأرض مخطوطا، هذا المخطوط وجدوه مقطعا إلى قطع صغيرة. وذكر المستشرق الفرنسي نسيت اسمه الآن كيف كان الحصول على هذا المخطوط. حفظ المخطوط بعد إلصاقه وجمعه بعضا لبعض في دار الكتب المصرية. بعد ذلك هذا المخطوط وجد أنه كتب في آخر سنة في القرن الثاني، آخر القرن الثاني 100 وقليل، الذي هو طبع بعد ذلك باسم جامع ابن وهب. العجيب أن لا يهمني الكتاب أنه يعتبر من أقدم المخطوطات، الذي يهمني هنا أن هذا الكتاب لما حققه أحد المحققين وهو زميل الدكتور محمد الحمادي من الإمارات، ما من حديث فيه إلا وبنفس الإسناد وبنفس المتن موجود في كتب بعده كثيرة. فأنا هذه الفكرة قلت لماذا؟ لقضية أن مسألة الكتب القديمة قد تكون مفقودة مثل كتاب ابن حزم وفلان وفلان، لكن مضمون هذه الكتب نقل بعد ذلك في كتب أخرى لأن الإسناد من الدين. ضربت لك مثالا في كتاب جامع ابن وهب الذي طبع مؤخرا. مسألة قضية الشك في النقل نقول صحيح، لا أحد يشك أن خبر الذي نقل من غير التواتر أنه يفيد الظن، نص على ذلك الإمام أحمد قال نقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن لا نلزم بذلك لأن احتمال أن يكون هناك عارض لكن نعمل به. فلذلك مسألة الشك أو الاحتمال الضعيف موجود، وكل الدنيا هذه من أولها إلى آخرها مبنية على الاحتمال. كل الأقارير وكل الحياة أنا أمشي وأخرج معتمد على الظن في كل حياتي. كثير من القرارات التي أذهبها أفعل بها التي أبني عليها قرارات سابقة أو لاحقة كلها مبنية على الظن. ولو كان لا أبني إلا على شيء متيقن كالشمس لما وجدت حقيقة في هذا الكون أبدا، بل لربما شكك رجل في نسبه من أبيه فقال أنا لا أشك في أبي، ما رأيت والدي وقد ولدني ولم أرى أمي وقد فعلت هذا الفعل، وهناك احتمال في العقل أن هناك تبديلا وقد وجدت أمثلة سوابق كذلك والانتساب في كذا، ثم ينفتح المجال في قضية عدم الإيمان إلا بالمحسوسات. وذلك يقولون إنه لا يوجد في المدارس السابقة الفرقة التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات فقط إلا فرقة واحدة وهي السمونية الموجودين في الهند. هؤلاء يقول نؤمن بالمحسوسات فقط، غير المحسوس لا أؤمن، أي شيء ظني لا أؤمن به. العجيب أن هؤلاء السمونية هؤلاء مع أنهم يقررون في كتاباتهم الهندية قديمة قبل الإسلام أنه لا نؤمن إلا بالمحسوس مرئي أو ملموس أو مسموع، مع ذلك في جوانب روحانية ماذا فعلوا؟ عبدوا صنما، فهم ممن يعبد الأصنام. ففي جانب الإنساني مهما كان الجانب الإنساني يدلك على أن الإنسان في كثير من الأحيان على اختلاف الثقافات لابد أن يؤمن بما لم يره، إن صح التعبير بما وراء الطبيعة المحسوس، لابد في مكنون الإنسان أنه يؤمن بذلك. طيب ما الذي يصل له؟ هناك يعتمد على خرافات أساطير، يعتمد على أخبار. الأديان السماوية يقول أنا أعتمد على وحي، فهنا يأتي الوحي، فاعتمادي فيما لم أره الاعتماد الكلي على الوحي. فإذا أردت أن تبني على هذا الأساس
تبني عليه الإيمان المعتمد. ولذلك أول آية في البقرة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ففكرة الغيب موجودة في المكون الإنساني أساسا، لكن ما هو الغيب بعد ذلك؟ هذه الجزئية. بقي عندنا في قضية حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا، هي أول شيء أنا أعجب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تحدثوا عني. لا، هو يقول يعني الحديث حدثوا عني ولا حرج. أيوة. وحدثوا عن بني إسرائيل. أنا أقصد لو كان قال حدثوا عن بني إسرائيل ولم يقل حدثوا عني منع من التحديث عنه، هذا فيها تناقض. فكيف يحدث عن البعيد الذي لا إسناد فيه ولم يحدث عنه؟ الرسول ما قال حدثوا عني فقط ولا حرج، قال بلغوا عني أشد. فقال بلغوا بالمعنى، بلغوا وأمر وحث، وقال نظر الله دعا أن الله يبيض وجه من حدث عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. هذه الفكرة العامة.